عاوزة أقول كلمتين لمدرسات أولى ابتدائي أو كيجي. يا ريت تاخدي بالك شوية وانتي بتتعاملي مع الولاد ومع أولياء الأمور، لأن ده طفل صغير صعب التحكم فيه واحنا طالعين من أجازة. يعني انتي عارفة الطفل ده بيعمل ايه في أهله، بينام ازاي، بينام امتى، تعبان ولا مش تعبان. لما انتي تتعاملي بطريقة مش كويسة مع ولي الأمر قبل ما تعرفي السبب. يعني انا وديت ابني دلوقتي المدرسة وديته متأخر شوية لانه تعبان، وعلى ما الحمد لله ارتاح شوية وعرفت اظبطه واديه المدرسة. اتأخرت نص ساعة، فراحت خاطفة الولد، فتحت الباب بالعافية وخطفت الولد من ايدي وما فتحتش بقها ولا قالت لي فيه ايه، حتى مكشرة وشكلها. يعني انتي بتتعاملي كده ليه؟ يعني انتي عارفة في ايه؟ طب قوليلي اتأخرتي ليه، يعني قوليلي ليه. خلاص يعني الوقت انتي ماشية فيه بالظبط. ما بتضيعيش دقيقة. كان ممكن في نص دقيقة اقولك ده تعبان، كان تعبان، انا اسفة. ده خطفت الولد كأنها بتخطف حاجة وتجري ومكشرة، وكأن انا يعني عاملة لها جريمة. يعني انتي طب ما تسألي. انتي هو الواحد بيتعامل كده من غير ما يعرف السبب؟ بتعاقب من قبل ما تعرف السبب؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ كل واحد يحكم على اللي قدامه بمزاجه، ولا المفروض يعرف فيه ايه سبب؟ ده اللي بيقتل وبيموت بيقولوا له قتلت ليه؟ قتلت ده ليه؟ ما تتقوا الله في بعض شوية، واتقوا الله في الناس شوية. انتي عارفة ظروفي ايه ولا ظروف ابني ايه؟ ولا طول الليل بعمل ايه؟ انا صاحية من الساعة 5 عشان ابني تعبان وقلقانة عليه، وقلت الحق اوديه، حرام بدل ما يفوق يعني يبقى برضو زي زمايله، هبتدي من اولها غياب. يعني يا ريت المدرسات بتوع بالذات الاطفال الصغيرين او حتى كبار، اسألي يا شيخة، اتكلمي. انت ربنا مديكي لسان ليه؟ مديكي لسان ليه؟ وانا مبلغة ادارة المدرسة ومبلغة مدرسة العربي. انتي حتى ما تعرفيش انا جاية متأخرة ليه، ايه اللي حصل؟ مش يمكن لا قدر الله حصل حاجة في الشارع اخرتني مثلا، او عندي مشكلة في مواصلات او حاجة حصلت؟ بتعاقبيني ليه؟ او بتنتشي ابني كده، تسحبيه كده من ايدي ليه كده بالمنظر ده؟ ده مش اسلوب مدرسين. يعني يا ريت حد يلف كده على المدارس زي ما بتوجهوا على التعليم وبتوجهوا على طرق التدريس الحديثة او طرق التدريس اللي شايفين انها حديثة. تعلموا المدرسين ازاي يتعاملوا مع الاطفال ومع ولي الامر. احنا خلاص نفسيتنا ما بقتش مستحمله. يعني احنا فينا اللي مكفينا من الحياة ومن ضغوط الدنيا ومن عيالنا يعالم بيهم، واذا كان عندهم تعب ولا اذا كان تربية بقت صعبة. اتقوا الله في بعض شوية، وبالذات المدرسين. انتي معلمة وفاضلة ومربية، المفروض بتكوني بتعلمي الولاد الاخلاق قبل ما تعلمهم المادة العلمية. اي مادة علمية المفروض يكون داخل المادة العلمية اخلاق. مش هتبقي انتي المفروض تعلمي اخلاق، تتعاملي كده مع اولياء الامور. وعامة انا هيكون ليا موقف معاه، بس مش دلوقتي لان انا ما كانش في مجال اتكلم معاه. بس في اخر اليوم هدخل ادارة المدرسة وهتكلم، انا مش هسكت. وعلى فكرة الكلام ده لازم يكون لكل ولي امر، ما يسكتش على حق ابنه، وما يسكتش على اي مدرس يتعامل بالطريقة دي. هو يعني مش ايه يعني المدرس يتعامل كده معانا؟ يعني ايه يعني؟ انتوا عشان هتدوا ولادنا درجات او عشان هتعلموا ولادنا هتذلونا وتذلوا عيالنا؟ يلا ربنا يوريها نفس العمل اللي بتعمله. هتشوف كل واحد بيعمل اي عمل مؤذي هيشوفه، ما تقلقوش يعني.